السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدتي، اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير المخنفر أو ما يسمى بالخبز الماوي. بعض المناطق كنحتاجو سيدتي المقادير. هنا زلافة من دقيق الفينو كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا استعملت زلافة لاروب بما أن الزلايف عندي كبار كيف ما كتلاحظوا، وأيضا دقيق الفرص استعملت زلافة لاروب كما كتلاحظوا معايا. عندنا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، عندنا ملعقه كبيره من سكر سنيده، كيس من الخميره الكيميائيه، وعندنا القليل من الملح، ومن طبيعه الحال الماء دافي. اذا سيداتي غناخذوا الخلاط الكهربائي ديالنا. غادي نوضع الزلافه الاولى من الماء دافي، هنا عندي زلافه الا ربع من الماء، نزيد زلافه الا ربع الثانيه كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا نضيفوا الفينو او القمح، هنا دقيق الفورت الدقيق الابيض. نخلطوا هاد المكونات. اذا سيداتي غير باش ينسجموا لنا هاد المكونات نضيفوا ربع ملعقه صغيره من الملح، ملعقه كبيره من سكر سنيده، وايضا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، وكيس من الخميره الكيميائيه. غنخلطوا هاد المكونات جيدا مده 3 حتى 4 ديال الدقائق تينسجم لينا الخليط جيدا. اذا سيداتي هذا هو الخليط ديالنا من بعد ما طحناه. كما كتلاحظوا هو شبيه شيئا ما بخليط دغرير. غادي نوضعوه في اناء بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيف كيجي. غادي نخطيه ونخليه يختمر مده نصف ساعه على الاقل، نصف ساعه، بامكانكم تخليوه حتى ساعه يختمر وندوزو للطياب ديالو. اذا سيداتي هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا من بعد ما اختمر كيف ما كتلاحظوا معايا. خليناه نصف ساعه حتى اختمر. وغادي نحتاجو ايضا القليل من زيت المائده. ناخذ المقلاة ديالنا ونوضعوها على نار مهيله، نخليوها حتى تسخن جيدا. اذا سيداتي ندهنوا المقلاة ديالنا بالقليل من الزيت. اذا سيداتي غناخذوا مغرفه من الخليط نوضعوه بهذا الشكل هذا. هذا هو الطريقه ديال الطياب. غنخليوها حتى طيب وتماسك من الاسفل، عاد نقلبوها. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نرشها الان بالقليل من الزيت من الفوق بهذا الشكل هذا، عاد غادي نقلبوها. وبالنسبه للحجم نتوما راه كتحكموا فيه الحجم اللي بغيتو. انا درتهم هكا صغار. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا انا راه قلبتها كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالها كيف كيجي. الان نخليوها طيب من الجهه الاخرى ومن بعد نزولوها. الان سيداتي غنقلبوها نشوفوا واش طابت من الجهه الاخرى. صافي ها هي طابت. الان غنزولوها ونستمروا بنفس الطريقه. نعاودوا ندهنوا المقلاة ديالنا بالقليل من الزيت بهذا الشكل هذا. غندهنوها وناخذوا مغرفه من العجين. وبالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه. وبالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه بامكانكم ديروهم صغار وايضا كبار. ونستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه ديال العجين اللي عندنا بالكامل. اذا سيداتي هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للمخنفر ديالنا او الخبز الماوي. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو هكا كيجي من الداخل ديالو، راه كيجي مخرج، كيجي رائع جدا كيف ما كتلاحظوا معايا. انا
هنا رفقته بالعسل، وايضا عندي الزبده دايبه، نوضع عليه الزبده دائبه والعسل. وبامكانكم ايضا ترفقوه بالشوكولاته او الجبنه حسب الرغبه. كنتمنى انكم تجربوه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش توضعوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.